لحد امتى هنفضل نلعب بالمستوى الأسوأ في التاريخ؟ لحد امتى هنفضل نلعب بالمستوى اللي زي الزفت ده؟ لحد امتى هتفضل تنقط؟ لحد امتى هتفضل تضيع فرص؟ لحد امتى هتفضل بالمستوى السيء ده؟ انت كان في ايدك النهارده تتصدر الدوري. طب عايز اعرفك حاجه بقى لو انت مش واخد بالك منها. بيراميدز متأجله لها 3 ماتشات، لو فازت ال3 ماتشات هتفرق عنك ب5 أو 6 نقاط. انت ما عندكش وعي لده. اللعيبه مش رجاله. انا شايف ان لعيبه الاهلي النهارده ما عندهاش روح، لعيبه بتلعب موظفين. موظف النادي الاهلي يلعب بيطلع ياخد المرتب بتاعه، والجمهور هو اللي اتحرق دمه. فين المستوى؟ فين اللعيبه؟ فين فريق المليار؟ احنا مش شايفين حاجه من فريق المليار. كواليتي لعيبه وبن شرقي وزيزو وجريديشار ولعيبه فورمه عاليه وسكواد ما شاء الله مرعب. فين؟ ده مش عارفين يشوطوا كوره. مش عارفين يشوطوا كوره. يعني انت بتبقى بالسكواد ده ومش عارف تجيب جول، تبقى والله العظيم مصيبه. يعني مصيبه. انا حرفيا انا بتفرج على الماتش وجات لي حاله نفسيه، انا تعبت. ماتش زباله، ماتش زباله، فريق زي الزفت. احنا بنقدم كوره زفت. بالنسبه للمدرب يلعب لي طاهر لمده 45 دقيقه ليه؟ كريستيانو رونالدو بيلعب. ده طاهر الماتش اللي فات طفحنا المرار. ماتش ايجل نوار طفحنا يا جدعان ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ هو المدرب لسه هيتعرف على اللعيبه بعد 5 6 ماتشات؟ لحد امتى هتفضل تتفرج على اللعيبه يا اخ يا ستوروب؟ لحد امتى هتتفرج على اللعيبه؟ لحد ما تنقطنا، لحد ما نقع على الارض كده ونموت. انا ورا الاهلي للنهايه، بس فين؟ فين الكرة اللي انت بتقدمها؟ فين؟ انت بتضيع فرص عشان خاطر انت ما عندكش رجوله في الملعب. انت بتضيع الاهداف دي عشان ما عندكش رجوله بالملعب. انت لو بتلعب بروح الفانيلا اللي انت لابسها ديت هتجيب اجوال. لو بتلعب بروح الفانيلا هتجيب اجوال. بس انت ما عندكش روح. احنا اتنقطنا ماتش زي الزفت. انت بتضيع الصداره المره التانيه الموسم ده. لو فضلت بالمستوى ده احنا خلاص هنفطس من الخرا اللي انت بتقدمه. نهاية الماتش بنتيجة 0-0 بعد مباراة ولا أسوأ من لعيبة الأهلي. والمدرب تحس إن ما عندوش وعي خالص عشان خاطر ينزل لنا طاهر 45 دقيقة ويلعب أساسي. طاهر أنت بتلعب 10، أنت بتلعب 10 لعيبة في وجود طاهر. ربنا يصبرنا في الأيام اللي جاية، وإن شاء الله الفريق يتظبط بإذن الله، نتمنى ذلك.